بنكون محتارين لما بندخل المطعم ونشوف لون الحمام بالشكل الخطير ده. اظن ده يفتح النفس اكتر من اللي بنشوفوه في المطعم. بصوا اللون عامل ازاي، حاجة كده من الاخر تفتح النفس، وشكل وطعم وريحة حاجة مميزة جدا. هقول لكم على تكة واحدة بس بتطلع معاكم الحمام بالشكل ده واللون الخطير ده، وعمره ما يفرقع منكم. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل، ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه التكه اللي قلت لكم عليها او السر اللي بيخلي اللون ده هي كوبايه اللبن. بس كده، ايوه. هتجيبي كوبايه لبن عادي، لبن جاموسي عادي، هتحطي عليه شويه ملح وشويه فلفل اسود، وهو ده السر في اللون. هو ده سر لون الحمام. اولا هيطلع اللون زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، لون خطير، ريحه تحفه، وطعمه هيبقى حلو طبعا. مش هيفرقع منك، وهتشوفوا بعينيكوا. وانا دلوقتي بحمره. هتحمريه في ايه؟ هيبقى هحمره في معلقه زيت ومعلقه سمنه كبيره. تمام. ممكن تحطي كمان معلقه زبده لو انت حابه تعززي الطعم اكتر، بس انا حاطه معلقه زيت ومعلقه سمنه. بصوا، انا باخد الحمامه بعد ما سلقناها بنحطوها في اللبن، وابدا انزلها فين؟ ابدا انزلها في الزيت بتاعنا. ايه ده؟ هو دي السر يا هبه؟ هو ده اللي بيخلي اللون حلو؟ ايوه، جربي الطريقه دي، ولو جربتيها اكتبي لي تحت في الكومنت انت جربتيها وطلع معاكي لونه حلو ولا لا. هو ده السر اللي بيعملوه بره في المطاعم، ان هما بيدهنوه باللبن. هما بيجيبوا فرشه كده ويدهنوا بيه الحمام. انا بغطسه كده في اللبن وبطلعه احمره. شايفين الجمال؟ بجد جربيها هتعجبك قوي. شايفين اللون؟ مفيش واحده فرقعت مني، لونها حلو ومميز. بصوا الجمال. يا رب يكون عجبكم الفيديو. فيديو خفيف وسهل وسريع. حبيت بس اعرفكم التكه اللي انا عرفتها، وحبيت اقولها لكم عشان تعملوها في الحمام. لو عندكم عزومات هيطلع معاكم الحمام بالشكل الجميل ده. اشوفكم في فيديو جديد وتكه بسيطه، واشوفكم على خير، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي يا بنات، مع السلامه.